السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبروك علينا سيدنا رمضان. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم غنحضر معكم واحد الرغيفات بطريقه جديده واقتصاديه وسهله بالخضره بلا ما طيباش، وبطريقه جد سهله، والنتيجه هي سلام. على بركه الله غنمر مباشره لاعطاء المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. اول حاجه غنحتاج باش غنحضر معكم هاد الرغيفات اللي هما فيجيتال. خديت القرعه او الكورجيت درتها على خوليتا او على جولييتا بهذاك القطاع. شوفوا غادي نبغيها انا رقيقه في الوصفه. خديت جوج ديال الجزر او خيزو قطعتهم نفس الشيء. خديت البصله الخضاريه، حاولوا تغطي الموسم ديال البصله الخضاريه حتى هي درتها على خوليتا. وخديت فلفله كبيره حمراء حتى هي قطعتها على خوليتا، والفلفله خضراء نفس الشيء جوج فلفلات. وغادي ناخذ واحد السقطاره ولا شبكه اللي غادي ندير فيها الفلفله هي الاولى تيكون فيها الماء بزاف باش تسقطر مزيان. تقريبا غنخليها تسقطر واحد نص ساعه، وغادي نضيف ليها التوابل باش غادي على فكره راه غادي هاد الخضره ما غادي تشحر ما غتسلطه ما حتى حاجه. دار هكا في هاد الرغيف خضره صافي. غنخلي هادشي يتسقطر واحد ساعه، وغادي نمشي نعجن معكم العجينه باش حتى هي ترتاح بين ما تسقطرات الخضره. العجينه باش غادي نعمر هاد الخضره اللي خليتها كتسقطر، غادي نحتاج زلافه ديال الفورص الرطب، ونص زلافه ديال السبيسيال او الفينو، وغادي ناخذ نص خماره ديال الحلوه، وشويه ديال الملحه تقريبا معلقه صغيره، وغادي نحتاج شويه ديال العسل او السكر اللي ما وجدتش عندو العسل ماشي مشكل. غادي نخلط هاد العناصر كامله، وغادي نخلطها بالماء بارد ديال الشريج. غادي نخليها شويه قاصحه ونعطيها للعجانه تعجنها مزيان حتى تدلكها، وغادي نخليها ترتاح، وغادي نجي نشكلها معكم. ملي خليت الخضره تتسقطرات شوفوا شحال ديال الماء خرج منها. غادي ننزلها في واحد البول، وغادي ندير ليها التوابل. غادي ندير معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه كبيره ديال البابريكا او التحميره، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الملح، وغادي نزيد واحد المعلقه نص معلقه تقريبا ديال الهريسه حسب اللي ما تيبغيش الحروق يدير غير شويه، واللي ما تيبغيهاش يكثر شويه البزار وصافي. غادي نخلطها مزيان كما كتشوفوا معايا باش تدخل فيها كاع هاد لي قامه والملحه، وغادي نردها تسقطر لان الملحه تتخليك تخرج كاع الماء اللي فيها. غادي نخليها تسقطر، وغادي نجي نبدا نعجن، او غادي نضيف ليها الزيتون اللي مقطع واحد شويه ماشي بزاف، وغادي نبدا نخدم فيها. دابا غادي نردها لبلاصتها باش تسقطر كما كتشوفوا معايا واحد تقريبا واحد نص ساعه اخرى صافي، وغادي نجي نشكلها. ها هو عطيتو العجانه دلكاتو. شوفوا القوام ديالو، راه قلت لكم ما تتكونش قاصحه ما تتكونش جاريه ملي تتدلك، ولكن غادي نخليها ترتاح. خديت واحد البول درت فيه شويه ديال الزيت، غادي نخليها هكا، وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي حتى ترتاح، ونجي بين ما تسقطرات الخضره المره الثانيه مع التوابل، وغادي نخدمها معكم. ثم شوفوا شحال سقطرات ديال الماء الخضره. غادي نديرها في هذه نردها للبول فين كانت. غادي نضيف الكميه اللي بغيتو نتوما ديال الزيتون، ما نضيفش كاع هادشي كتير. واخر مرحله غندير شويه ديال القزبر ومعدنوس، ولكن الاغلبيه معدنوس كنغلبو صافي. وغادي نبدا نخدم بها ونشف مزيان باش ما يسردش ليا العجينه. العجين ديالي ملي ارتاح شوفوا القوام ديالو كيفاش كيكون. غادي نبدا نقرص بحال كنديرو في التريد، وغادي نحط بوحده بوحده حتى نكمل الكميه
كامله تقريبا، وغادي نبدا باش بديت الاولى. ملي كملت العجينه بالقريص، شوفوا غناخذ واحد الخبيزه غنديرها على سطح العمل، غندير شويه الزيت، غادي نبقى نرقق مره ندير شويه الزيت. في الاول غندهنو غير بالزيت حتى يبان سطح العمل مزيان. كتشوفوا معايا دابا غادي ندير شويه تاع الدقيق اللي درت فيه شويه الخميره، شويه تاع الزيت، وغادي نطويهم وانا كنورق بحال هكا. صافي غادي نطوي على الجهه الاخرى بحال كنديروا المسمن المربع. غادي نجيبها لهنا، وهذه الاخرى غادي نديرها بشويه تاع الزبده وشويه تاع الهريسه، او اللي ما تيبغيش الحرور يدير البابريكا بحال هكا. كنحاول نربعها باش تعطيني بحال مربع. كندير شويه تاع الدقيق، شويه ديال الزبده، كناخذ هذيك الحشوه اللي درت معكم. شوفوا راه تقريبا نشفات، واحد الكميه ماشي كثيره. كنجيب هذا عند هذا وهذا عند هذا، تنحاول نغطي مزيان. وكنجيب نص زيتونه كنسد بها هكا، غادي ندهن بشويه ديال الزبده والهريسه. صافي غادي نبقى نحطو في الطاوه حتى نكمل الكميه وندخلها معكم للفرن. بعد ما عمرت الطاوه شوفوا الشكل ديالو كي تيجي. خدمت الفران على 200 درجه، دابا غادي ننزلو ل 180، ولكن درت الفوق والتحت. غادي نوري لكم الشكل ملي تيطيبوا كيفاش كيجيو. الشكل ديال الرغيفات اللي بالخضره الخضراء ديال الشكل النهائي ديالهم ملي كيخرجوا في الفران. غادي دابا غنمروا مباشره للشكل النهائي. تيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الرغيفات اللي حضرت معكم المالحين، اللي تيجيو جد رائعين بالخضره ما مصوتياش. وبحال العاده ما تنسونيش بالتعاليق وبارطاجيو لكي تعم الفائده الجميع، ورمضان دائما يجمعنا. غادي نوري لكم كيفاش تجي الخضره بحال طيبه والتقرميشه ما نقولش لكم. شوفوا الشكل ديالو كي تيجي.